انت او انتي كيو اي ديزاينرز في شويه اخطاء ناس كتير بتعملها في التصميم لازم تكونوا عارفينهم عشان نقدر نتجنبهم، بحيث نقدر نعمل تصميم سواء لموقع او لتطبيق ممتاز وجميل وسهل الاستخدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم سوا عن اشهر الاخطاء في اليو اي ديزاين اللي المبتدئين كتير بيعملوها. لو انت فعلا عايز تعمل موقع او تطبيق ناجح فانت محتاج تهتم باليوزر اكسبيرينس، وعشان تعمل كده لازم نتجنب شويه اخطاء. فلو انت او انت لسه بادئين جديد في التصميم فحاولوا انكم تتابعوا الفيديو للاخر لانه اكيد باذن الله هيفيدكم. اما بقى لو انت او انت لسه بتفكروا تبداوا في مجال اليو اي ديزاين فممكن برضه تكملوا الفيديو عادي، هتلاقوا فيه معلومات كتير هتفيدكم، وكمان ارجعوا للفيديوهات اللي موجوده على القناه عشان تعرفوا اكتر عن المجال ده. ويلا بقى نبدا الفيديو. جاهزين؟ الخطأ الأول هو عدم استخدام الكونتراست بطريقة صحيحة، وده خطأ منتشر جدا جدا وبنشوفه في تصميمات كتير. طيب يعني ايه أصلا كونتراست؟ الكونتراست هنا بيجي بمعنى إن احنا مش بنستخدم الألوان بتاعتنا في التصميم بطريقة صحيحة. ازاي يعني؟ لما نيجي نختار الألوان الخاصة بالتصميم بتاعنا لازم نتأكد من استخدام اللون بتاع الباك جراوند مثلا فاتح قوي، لكن الكلام اللي مكتوب عليه يكون غامق أو العكس، وبالتالي القراءة بالنسبة للمستخدم هتكون سهلة. فبعض التصاميم بنلاحظ ان الديزاينر مستخدم لون التكست فاتح شويه مع الباك جراوند، يعني مثلا الباك جراوند بتكون لونها ابيض والتكست كمان اللون بتاعه فاتح. طبعا الكونتراست هنا بيخلي الموضوع صعب على اليوزر ان هو يقرا التكست ده، وخصوصا بقى لو كان تطبيق مثلا او ريسبونسيف ويب سايت، فالتصفح هنا بيكون من خلال شاشه صغيره اللي هي شاشه الموبايل، فالموضوع بيكون صعب شويه. تعالوا كده مثلا نشوف التصميم اللي قدامنا على الشاشه ده. دلوقتي احنا مستخدمين في التصميم ده باك جراوند زي ما انتم شايفين فاتحه شويه، كمان مستخدمين التكست زي ما انتم برضو شايفين بلون فاتح. طيب هل ده كده احسن حاجه للتصميم؟ يمكن احنا قادرين ان احنا نقرا دلوقتي الكلام المكتوب بطريقه كويسه، لكن بالنسبه للكلام اللي تحت ده ممكن ناس تكون شايفينه وناس تانية هتلاقي صعوبه في ان هي تقراه، وعشان كده احنا بنتجنب اي حاجه في التصميم ممكن ان هي تساعد فئه وما تساعدش فئه تانية. يعني التصميم بتاعنا كله بنحاول ان هو يكون سهل الاستخدام بالنسبه لكل اليوزرز بتوعنا، فعشان كده بنتجنب نستخدم حاجات زي اللي هي ممكن تساعد فئه وما تساعدش فئه تانية. وكمان التصميم اللي انتوا شايفينه ده شايفينه مثلا من خلال شاشه كمبيوتر، فممكن تكونوا قادرين تقراوا بسهوله الكلام المكتوب، لكن لو انتوا بتشوفوه من خلال شاشه الموبايل مثلا هتلاقوا في صعوبه جدا ان انتوا تقراوا الكلام ده. تعالوا مثلا نعمل كده مقارنه بين التصميم ده وبين لو احنا حولنا التصميم وخليناه بالشكل ده. تفتكروا ان تصميم هيبقى سهل اكتر بالنسبه لليوزر ان هو يقرا الكلام اللي عليه بطريقه سهله؟ هل ده اسهل ولا التصميم الاول اللي هو ده؟ طبعا المختلف هنا في التصميم ان احنا عملنا الباك جراوند فاتحه اكتر، وكمان عملنا الالوان زي ما انتم شايفين بتاع التكست اغمق شويه، فبالتالي التكست بقى موجود بطريقه واضحه وسهله لليوزر ان هو يقراها. طيب ازاي بقى دلوقتي نعرف ان الالوان اللي احنا استخدمناها في الديزاين سهله ان هي تتقرأ مثلا بالنسبه لكل اليوزرز الموجودين او اللي بيستخدموا يعني التصميم بتاعنا؟ الحل هنا هو ان احنا نستخدم حاجه اسمها الكونتراست تشيكر. لو انتوا بتستخدموا فيجما او اي اداه تانية هتلاقوا فيها بلجنز كتير جدا هتساعدكم ان انتوا تعملوا تشيك على الكونتراست بتاع الالوان اللي انتوا مستخدمينها. يعني مثلا بمجرد ما ابحث على فيجما عن الكونتراست هلاقي فيه هنا بلجنز كتير جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تساعدكم على ان انتوا تعرفوا الكونتراست مناسب ولا لا بتاع الالوان اللي انتوا مستخدمينها. ده طبعا ممكن ان هو يساعدكم في البدايه لما انتوا تكونوا لسه بادئين في التصميم، ممكن بعد كده لما تتطوروا وتستخدموه برضو تفضلوا تستخدموه عادي، او ممكن ان انتوا ما تحتاجوهوش تاني لان انتوا هتبقوا خلاص عرفتوا ايه الالوان اللي ممكن تستخدموها وايه الالوان الافضل ان انتوا تتجنبوها وهكذا. لو مثلا تسالوني انت بتستخدمي انهي تشيكر فيهم، فانا بستخدم الكونتراست اللي انتوا شايفينه ده اول واحد او تاني واحد ده، وفي رايي ان الاثنين عمليين جدا وسهلين الاستخدام، فتقدروا ان انتوا تستخدموا اي واحد فيهم. جربوا الاثنين وشوفوا الافضل بالنسبه لكم. بالنسبه لاول واحد ده لو ضغطنا عليه كده نقدر ان احنا نحدد التكست اللي احنا عايزينه، فهو هنا بيحدد التكست اللي انتوا كاتبينه اللون بتاعه كمان لون الباك جراوند، وبيقول لكم التكست بتاعكم كده مظبوط ولا لا. لو جربنا ان احنا نروح للتكست الاولاني ونضغط عليه زي ما انتوا شايفين هتلاقوا انه كله فيل سواء في دي او في دي، وده معناه ان الكونتراست بتاعنا كده مش مظبوط خالص، وان احنا كده التصميم بتاعنا لازم يتعمل عليه تعديلات. بالنسبه بقى للبلوجن التانية تعالوا نشوفها كده. لو ضغطت عليها هحدد الفريم اللي انا عايزاه واضغط على البلوجن التانية، ده بيحدد معاكم زي ما انتم شايفين كده الصفحه اهي قدامنا، وبيحدد معاكم التكست المكتوب ويقول لكم التكست ده كويس ولا مش كويس. فزي ما انتم شايفين كده احنا التكست بتاعنا الاثنين زي الفل. تعالوا نجرب كده نفس الموضوع على التاني، هنلاقي كده ان التكست ده وده الاثنين برضو مش مناسبين والمفروض ان احنا نعمل عليهم تعديلات. فده الفرق بين الاثنين. طبعا انا دلوقتي حددت الفريم اللي انا عايزاه وبعد كده فتحت الكونتراست بلجن دي. طب لو انا ما حددتش اي فريم خالص فاقدر ان انا اضغط عليها عادي جدا، هيفتح معايا كل الفريمز اللي انا مستخدماها زي ما انتوا شايفين كده. كل الفريم هتتفتح معايا وهيقول لي كل فريم كده ايه الفريم الحاجات بتاعته مظبوطه وايه الفريم اللي ممكن يكون فيه اخطاء.
تعالوا بقى دلوقتي نروح لصفحة موقع كده اكبر شوية فيها تفاصيل كتير. هضغط على الفريم بتاعي وهنضغط هنا على الكونتراست. زي ما انتم شايفين هنا بقى تحدد معايا باللون الاخضر كده الخطوط اللي هي تمام وكل حاجة فيها مظبوطة، والخطوط التانية اللي انا محتاجة ان انا اعدل فيها شوية اللي هي باللون الاحمر ده. وده كده بقى كان بالنسبة لأول خطأ. تعالوا نشوف رقم 2. تاني خطأ بقى ممكن نشوفه هو عدم استخدام الوايت سبيس بطريقة صحيحة. الوايت سبيس معروفة كمان باسم النيجاتيف سبيس، فممكن تسمعوها بأي اسم من الاسمين دول. يعني ايه بقى وايت سبيس او نيجاتيف سبيس؟ الوايت سبيس دي هي المساحة اللي بتكون موجودة حوالين الاليمنتس او العناصر بتاعتنا في التصميم. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده الخطوط اللي مرسومة هنا او المستطيلات اللي مرسومة هنا دي بتعبر عن الوايت سبيس، اللي هي المسافة اللي موجودة ما بين اي عناصر في التصميم بتاعنا، سواء العنصر ده كان تكست او مثلا اي عنصر تاني بقى احنا مستخدمينه، صورة، تكست، اي حاجة، فالمسافة دي بنسميها الوايت سبيس. مهم جدا اننا نستخدم الوايت سبيس بطريقه صحيحه، لان هي بتساعدنا ان احنا نعمل فيجوال ستراكشر كويس جدا للديزاين بتاعنا. يعني مثلا لو عندنا صفحه والصفحه دي فيها معلومات كتيره او تكست كتير زي ما احنا شايفين بالشكل ده، مهم جدا ان احنا نقسم التكست بطريقه كويسه. دلوقتي في الصفحه اللي قدامنا دي احنا ما عندناش اي وايت سبيس بين كل عنصر والتاني او بين كل تكست والتاني زي ما احنا شايفين كده. ففي رايكم بقى اني الافضل ان انتوا لما تفتحوا ويب سايت او مثلا موبايل اب ايا يكن وتلاقوا موجود مثلا التكست مكتوب بالطريقه دي، ولا ان انتوا تخشوا على الصفحه وتلاقوها مكتوبه بالشكل ده؟ بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده موجود وايت سبيس ما بين كل تكست والتاني، سهل ان احنا نقرا الكلام اللي مكتوب في كل جزء. فبالنسبه لليوزر طبعا هيبقى اسهل بالنسبه له ان هو يشوف الصفحه منظمه بالطريقه دي، وان التكست كله مش موجود في مكان واحد ويبقى الدنيا ملخبطه بالنسبه له وما يعرفش يقرا حاجه. لكن عايزين نركز شويه في نقطه مهمه جدا. احنا دلوقتي قلنا ان احنا مهم نعمل مثلا وايت سبيس ما بين كل تكست والتاني بالشكل ده. طيب لو احنا عندنا عناصر تانية بقى في الصفحه بتاعتنا بالشكل ده، فاحنا دلوقتي سايبين وايت سبيس ما بين كل عنصر والتاني زي ما احنا شايفين، فهل ده صح؟ لا، هنا بقى هنعكس شويه. هنا احنا المفروض ان احنا نقرب الاليمنتس دي من بعض بالشكل ده، نحاول ان احنا نخليهم كده عاملين جروب مع بعض، ما نبعدهمش ابدا عن بعض، بحيث لما اليوزر يدخل على الصفحه يلاقي العناصر دي موجوده كلها قدامه بالشكل ده، وكمان يقدر ان هو يشوفهم ويتصفحهم بكل سهوله، ما يكونش كل بقى عنصر محطوط في حته لوحده بالشكل ده. يبقى احنا سايبين بينهم وايت سبيس، احنا مش هنلزقهم في بعض بالشكل ده، لكن الوايت سبيس بتاعتنا مش بتبقى كبيره قوي. فطبعا كده بالنسبه لليوزر هيبقى اسهل ان هو يقرا كل حاجه ويشوف كل الاليمنتس كمان اللي موجوده عندنا في الصفحه. فنخلي بالنا قوي من الوايت سبيس ونعرف امتى ان احنا نكبر الوايت سبيس وامتى ان احنا نصغرها. ثالث خطا بقى وهو اللاك اوف كونسيستنسي، وده بيكون منتشر شويه خصوصا مع اللي لسه بيبداوا في التصميم جديد، وانا شخصيا كنت بعمل الخطا ده في البدايه. تعالوا دلوقتي نوضح اكتر يعني ايه لاك اوف كونسيستنسي. النقطة دي مهمة جدا في اليو اي ديزاين، وده لان اليوزر محتاج لما يشتغل على التصميم بتاعك يكون فاهم كويس هو التطبيق او الويب سايت ده شغال ازاي ويتصفحه ازاي بسهولة. فلما يكون مفيش كونسيستنسي في الديزاين بتاعك هيكون كده اصعب بالنسبة لليوزر ان يستخدم البرودكت ده. مثلا لو انت استخدمت الوان مختلفة كتير في سيكشنز مختلفة في التصميم بتاعك، بمعنى ان مثلا زي ما انتوا شايفين كده انا مستخدمة في الديزاين ده في الزر بتاع الكونتاكت هنا اللون اللي انتوا شايفينه ده. طيب تعالوا بقى لما احنا ننتقل لصفحة تانية او لسيكشن تاني، انا غيرت اللون بتاع الزرار هنا وخليته باللون ده، كمان غيرت هنا اللون بتاع الزرار بتاع السند هنا وعملته باللون الاحمر ده. التغيير الكتير للالوان بالشكل ده ممكن ان هو يشتت المستخدم ويخليه مش عارف هو فين والمفروض يعمل ايه. ونفس الشيء بالنسبة للايقونات ونوع الخطوط واحجامها، لازم نمشي على نمط واحد او ستايل واحد واحنا بنصمم التصميم بتاعنا. فانا دلوقتي بدل ما اعمل الديزاين بالشكل ده، الافضل ان انا اخليه بالشكل ده، وبالتالي الديزاين بتاعي هيكون زي ما انتوا شايفين كده اسهل بالنسبه للمستخدم. هو عارف دلوقتي ان ده مثلا انا ممكن اتفاعل مع الزرار ده، اتفاعل مع الزرار ده، انا مش هقعد اغير له كل شويه اللون واقعد اشتته بقى كتير. يعني الاحسن ان احنا نمشي على نمط واحد وشكل واحد بالنسبه للزراير وهكذا. طب ازاي ممكن نحل المشكله دي واخلي الديزاين بتاعي بقى مور كونسيستنت؟ عشان نحل المشكله دي في البدايه ممكن ان انا استخدم ستايل جايد او ديزاين سيستم. وده بيكون عباره عن ايه؟ ده بيكون حاجه زي ملف كده بيكون موجود فيه مساعده ليك في تحديد الالوان، الخطوط، احجامها، الايقونات والشادو وغيرها كتير. فعشان كده في بدايه التصميم ممكن ان انتوا ترجعوا لحاجه زي كده علشان تقدروا ان انتوا تستخدموا الالوان بطريقه صح، وكمان تستخدموا الايقونات بطريقه مظبوطه والخطوط وهكذا. النقطة الرابعة بقى او الخطأ الرابع هو التصميم لنفسك. كتير قوي من الديزاينرز بيصمموا لنفسهم مش للمستخدمين، وده خطأ كبير جدا جدا، لان مش انت او انت كديزاينرز يعني اللي هتستخدموا التصميم ده. عشان كده لازم دايما وانتوا بتصمموا يكون اليوزر هو اللي في تفكيركم، وتحاولوا قدر الامكان ان انتوا تحلوا مشاكلهم.
يعني مثلا لو انت بتصمم تطبيق لحجز مواعيد عند دكاترة، فانت محتاج تفكر في المستخدم واحتياجاته من التطبيق ده. هل مثلا المستخدمين دول محتاجين يتواصلوا مع الدكاترة او مساعدينهم من خلال شات او تليفون مثلا؟ هل محتاجين ان هم يعرفوا اكتر عن الدكتور وعن شغله وكده عشان يكون في ثقة في التطبيق ان هم يستخدموه، او ثقة مثلا ان هم يحجزوا عند الدكتور ده؟ هل هم مثلا محتاجين وسيلة دفع اونلاين بحيث ان هم يحجزوا الميعاد ويدفعوا على طول، او مثلا محتاجين ان هم يوفروا الخيارين ان هم يدفعوا اونلاين او مثلا ان هم يدفعوا لما يروحوا العيادة او المستشفى وهكذا. بمجرد ما تعرف بقى احتياجات المستخدم، فتقدر دلوقتي ان انت تصمم التطبيق بطريقة مظبوطة وبطريقة تخليك فعلا تحقق احتياجات المستخدم دي، مش بطريقة تخليك تحقق احتياجات اللي انت شايفها ان هي المفروض تتعمل. فاحنا كده بنخلي التفكير كله على اليوزر بحيث ان احنا نقدر نطلع تطبيق ناجح وتطبيق فعلا اليوزر يستخدمه ويستفاد منه. ايه الخطأ الخامس بقى؟ هو عدم استخدام داتا حقيقية. حاول لما تيجي تعمل ديزاين تستخدم فعلا داتا حقيقية من اليوزرز بتوعك، لان ده هيساعدك تعرف اليوزر محتاج ايه فعلا من الديزاين ده. يعني مثلا زي ما قلنا لو بتصمم تطبيق، فالافضل تسمع من اليوزرز عشان تعرف منهم ايه الفيتشرز مثلا الاهم بالنسبه لهم في تطبيق زي ده، او ايه الاحتياجات بتاعتهم اللي هم فعلا عايزينها من تطبيق زي ده. وبالتالي ده هيساعدك تعمل تصميم زي ما بنقول يوزر سنتريك، يعني تطبيق احنا مركزين فيه بشكل كبير جدا على اليوزر واحتياجاته، وبالتالي فعلا هنطلع تطبيق مفيد، وتطبيق هيبقى مفيد بالنسبه لليوزر وكمان مفيد بالنسبه لصاحب التطبيق ده. الخطأ السادس بقى معانا هو استخدام الانيميشنز الكتير في التصميم. طبعا استخدام انيميشنز في اي تصميم بيخلي شكله جميل جدا وبيشدنا اننا نستخدم الموقع او التطبيق ده، ولكن ده مش معناه ان احنا نستخدم كتير قوي من الانيميشنز في التصميم. الانيميشنز الكتير في الصفحه بيخلي الصفحه ممكن تبقى زحمه قوي حتى لو هي ما فيهاش عناصر كتير. ممكن ان احنا نستخدم انيميشنز مثلا لزر معين حابين ان احنا لما نضغط عليه يظهر بالشكل ده مثلا، لكن نحاول ان احنا ما نكترش في الانيميشنز في الصفحه بتاعتنا، نستخدم انيميشنز بس ما يكونش كتير. وبس كده احنا نكتفي بالست اخطاء في الفيديو بتاع النهارده عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي، وان شاء الله هنعمل منه جزء تاني في الفيديوهات الجايه وهوضح لكم اخطاء تانية ممكن ان احنا نقع فيها واحنا بنعمل التصميمات بتاعتنا. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان لو عندكم اي فكره للفيديوهات الجايه او حاجه حابين ان انتوا تسمعوا عنها او تعرفوا عنها اكتر، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد، واستمروا في الابداع، ومع السلامه.